المطره حظا مش تقف. بقى نعمل ايه؟ المطره مش هتقف. لا ده رسمي الدنيا هتبهدل. ننزل الطريق تاني عشان هتبهدل لو نزلت الطريق الرئيسي. هي خفت هديت شوية. بعد التأثير عليا الله قولها. بعد التأثير عليا بجوز تاني بعد التأثير عليا كمان مرة معلش. بعد التأثير عليا عشان خاطري عشان اللي قاعد ننسى الحياة. بعد التأثير عليا ومرة عشان بتحس بالك البص. والله نفسي حياة بس خدها بقلبك. أنا عايزك تخش البيت النهارده بعد الحصة مكشرة. مفيش السلام عليكم. ادخل البيت مش بقول لك ذاكر ويزعلوك. ادخل البيت مكشر. يبقى الجرس معاك مفتاح. ما تفتحش المفتاح كده بالجرس. اسمعني هيفتح بالك الباب. ممكن بابا مالك يا حبيبتي؟ انا في حاله فيزيائيه. مالك يا واد؟ بس بابا بقى بابا انا في حاله فيزيائيه. يبقى اول حاجه كلمه السر ايه ها؟ لا انا في حاله فيزيائيه. احكي لي الحكايه هدخل الايه؟ مفتاح ولا اضرب جرس؟ مفيش سلام عليكم. مفيش قلع الجزمه. لا انا في حاله فيزيائيه. هدخل على المطبخ. انا كشف. هجيب حل تاني. بتعملي ايه يا بنت؟ بتعملي ايه يا ولاد؟ اتوضوا نفس الباب. ما دخلت البيت مكشر. ضربت الجرس وقلت السلام عليكم ودخلت بالجزمه ركزت في الخطه. جبت حل جديد. وجبت بطريق. كم بيضه؟ 2. وقف وسكت كده. خلاص؟ واملى حله ميه. حله مالها؟ الله وحله تانيه سمحه. انت معايا في نفس الحاله اكيد. حله مليانه وحله ايه؟ وسيب البطريق. صباح الخير. انا عارف ان انتوا مش شايفيني وانا اساسا مش شايف حد. الساعة دلوقتي 6 وانا دلوقتي على درس الساعة دلوقتي 6 ل5. انا على درس الساعة 6 ودرس الساعة 7 و الجو لسه مضلم دلوقتي. والمشكلة ان الحتة لسه مطر
وماشي فاهمين اللي مش عارف أنا ممكن اغرس في الطينة ولا حاجة عشان امبارح الحتة كانت مطرة. يلا احنا نصيبنا بقى، ربنا يعلم انا ماشي ازاي، ايدي متلجة. خلاص احنا وصلنا اهو، بس كوبري بس لسه هنركب مواصلة بس عشان نوصل الدرس. بس مش عارف الدرس لو رجعت لي تاني، احنا مش عملنا حاجة. يلا. مشكلة المطر هنا ان لو حبة مطرة قليلة نزلت في الارياف بتخلي الدنيا عكة، متعرفش تتحرك. دي مشكلة كبيرة جدا، يعني رجلي بقت بوظة. الكوبري الحمد لله خلصنا الدرسين ومروحين دلوقتي. هنروح نحفظ القرآن عشان نروح الدرس النهاردة الساعة 4 بعد المدرسة. المكان دوت كان زمان كنا احنا بنقعد فيه نصطاد، بس ده كان في ابتدائي. من ساعة ما دخلت اعدادي وانا مش كنت بقعد، انما كان في رمضان بقى كان الحتة دي كلها كنا نقعد نصطاد، كانت مليانة ناس بيصطادوا فيها. بس دلوقتي ما عادش فيه. عايز اتكلم عن شيء يعني مش عاجبني في المدرسة. آه، دلوقتي انا بروح المدرسة والمفروض ان انا بروح عشان استفاد. لا دلوقتي انت عايز تروح لازم أن تروح عشان اعمال السنة. طيب انا لما بستفادش في المدرسة اروح ليه؟ اضيع وقت ليه؟ لا لازم تروح عشان مش تنقص في اعمال السنة وبتاع. طب انا ما بستفادش هروح ليه؟ هي مشكلة في كده بقى. انا مش بحب انا المنطق ده. انا لو هروح المدرسة هروح عشان استفاد، بس ما اروحش عشان اضيع وقت. حوالي ساعة كده ولا نص ساعة اتبعت لي رسالة من خلال البوسطة ان المذكرة هتتبعت النهاردة، هتوصل النهاردة، عشان كنت شاري مذكرة وهي هتوصل لي النهاردة. بس على الله تيجي قبل ما نروح المدرسة عشان اعرف اجيبها منه. يلا تقولي كده. انا دلوقتي رايح اجيب الاوردر. هو اتصل عليا وقال لي هجيب لك على الكوبري، قلت له لا انا هجي لك انا عشان رايح المدرسه. فانا خلاص 5 دقايق وهوصل واشوف. ايوه كود اللي هو بحث. والحمد لله جينا المدرسة، خلصنا درس القرآن الحمد لله. عملنا حاجات كتيرة النهاردة. الأوردر وصل، كلمني وأنا رايح المدرسة وقال لي أنا على كوبري العمرة، فقابلته وأنا قبل ما أخش المدرسة قابلته وخدت منه. دي مذكرة كنت طالبها من مذكرة كيمياء عشان كنت مش جبت الرياضة، فكنت طلبتها من على موقع اسمه بوك ستور. لو دخلت ثانوية عامة هتعرف ايه موقع بوك ستور ده. هو موقع بيبيع الكتب والملازم بتاعة المدرسين اللي على اليوتيوب وعلى المنصات. تعال نفتح الاوردر ده عشان نشوف المذكرة عاملة ازاي. نفتح. هو مكتوب هنا مش عارف ظاهرة ولا لأ، من بوك ستور، وده اسمي وده رقمي والعنوان بتاعي، من كتاب الكيمياء أولى ثانوي وتانية.
نفتحه، بس انا مش معايا المشكله مقص ولا حاجه. قطع من مين دي؟ طب الأسطورة في الكيمياء أستاذ خالد صقر، أفضل المدرسين اللي أنا بحبهم جدا على اليوتيوب. ده هو دي المذكرة بتاعته. المذكرة كانت عاملة 75 جنيه، بس المشكلة إن هو عمل خصم، عمل لا مش عايزين دي كده، عمل المشكلة إن الشحن غالي، الشحن عامل ل 51 جنيه، فاللي هو إيه أنت مش، بس أنا خايف لا يكون، لا الحمد لله. ده اللي كنت خايف منه. انا كنت فاكر ان المذكره اول ما شفتها كانت صغيره، بس انا شايفها على الحاجه لما بتشوفها على اليوتيوب على النت بتلاقيها ايه كبيره بقى وفخمه وحاجه زي كده، بس لما انت تشوفها في الحقيقه بتلاقيها غير اللي انت شايفها خالص في الحقيقه على النت. انا كنت فاكرها ان كتاب كبير بقى، كانت ظاهره على النت ان هي كتاب كبير، ولكن هي كتاب صغير. فاول ما شفت المذكره قلت ديت يبقى شرح بس من غير تدريبات، يبقى مش هينفع. فلا، هي شرح وتدريبات وكل حاجه. تمام، هنبدا بقى ان احنا نذاكر منها، عشان انا ما ذاكرتش اي درس من الكيمياء لحد دلوقتي، والنهارده اول يوم دراسه ولحد دلوقتي ما ذاكرتش ولا درس من الكيمياء. ربنا ينور لك بصيرتك.